لازم تبقى موجودة على سفرتك في رمضان، جميلة وشيك ومحدش يتخيل إن ده كله معمول من نص كيلو لحمة مفرومة بس. لو اللحمة غالية أنا بقى جبتلك الوصفة التحفة اللي هتعمليها هتبقى معاكي تحفة وشيك، تقدري تعزمي بيها كل أصحابك وحبايبك. بتعمل كمية كبيرة جدا وزي ما انت شايفة. أول حاجة معايا نص كيلو من اللحمة المفرومة، ومعايا ملح وفلفل والسبع بهارات. نص معلقة من كل حاجة، ولو بتحبي تزودي ملح عن كده تمام. ومعايا بصلتين التفل البصل بس، مش محتاجة أزيد من كده. بقلب كل ده في بعضه وبعدين باخدهم كده وأعملهم كور صغيرة وأدخل جيب كده كيس تلاجة أحط فيه الكورة. وبعد ما أدخل الكورة جوه كيس التلاجة بجيب كده اللي هو أي شكل عندك. هي أنا كان عندي اللي هو المطرقة بتاعة الأكل بتعمل شكل حلو جدًا لمّا باحطها. أحط كده ما بين الأكياس وأدّيها كده إيه، يعني زي ما بيقولوا كده تبطّطيها كده وتدّيها شكل. أهم حاجة تضبطي الكورة قد الكورة زي ما أنتم شايفين، كورتين قد بعض، وادي كيس التلاجة، وادي زي ما قُلت لكم المطرقة باعملها بالشكل اللي أنتم شايفينه ده. تقدري تعمليها أي شكل أنتِ حابّاه، نفس شكل البفتيك بالضبط. وبعدين باعمل إيه، بارفع بقى كده البفتيك القمر ده عندي. طبعًا هاكمّل باقي الكمية، أنا باوريه لكم باقرّبه لكم قدّام الكاميرا، باقول لكم إن الاتنين قد بعض والاتنين محطوطين في كيس التلاجة، وهارفعه دلوقتي في الفريزر علشان أنا محتاجاه يجمد شوية، لازم يكون جامد معاكِ عشان ما يفُكِّش منِّك. بعد كده معايا إيه، معايا كوباية من اللبن عليها بيضة وعلى البيضة ملح وفلفل ونُص ليمونة علشان الزفارة. والطبق التاني فيه إيه، الطبق التاني فيه بقسماط على دقيق مقلّباهم كويس جدًا مع بعض. هاعمل إيه، هاخد اللحمة بتاعتي وهي طالعة من الفريزر متلجة، يعني ما ينفعش تفُك يا جماعة. زي ما أنتم شايفين، شايفين جامدة إزاي، طالعة من الفريزر جامدة إزاي. ما ينفعش تفُك أبدًا. أحُط كده اللحمة بتاعتي جوّه اللبن بالبيض، وبعد كده أنزّلها على الفيجيتار بالدقيق. آخُد من هنا أحُط لهنا في ثواني يا جماعة. وبعدين بعد ما أدخّل من خلطة البيض واللبن لخلطة الفيجيتار، أكمّل باقي الكمية كلّها بنفس الشكل. أعمل إيه، أطلّعها في الفريزر. بس لازم طبعًا أحُط ما بين كل قطعة والتانية كيس كده من التلاجة عشان يفصل ما بينهم. لازم تخُش الفريزر عشان الطبقة دي تمسك فيها وتجمد فيها. أول ما تطلع من الفريزر بعد ما تكون الطبقة الخارجية جمدت فيها، على طول زيت سخن وبعدين أحطها فيها. ولازم يا جماعة تتحط جامدة جدًا، ما ينفعش أبدًا تفُك منِّك ولو للحظة عشان ما تفُكِّش منِّك ويبقى شكلها مش حلو، عشان تدّيكِ بالضبط نفس الشكل اللي بتشوفيه في البوفتيك. عايزة أقول لِك طعمها زي البوفتيك بالضبط. نزليها بقى في الزيت بتاعِك وتطلع معاكِ جميلة وبالهنا والشفا. باتمنى وصفتي النهارده تكون عجبتكم، ما تنسونيش لايك وشير وسبسكرايب، واشوفكم إن شاء الله على خير في فيديو جديد. مع السلامة.